مسافه قريبه جدا جدا. فانا ما اعتقدش ان الكره يعني الكره بتاعت المنتخب الجزائري اما لو جت. سمحت خليك في اللقطه دي. لا، ما هو احنا من شويه قلنا انها جت في ايد مدافع الجزائر وما انت بتقول اتحسبتش. على دي دلوقتي؟ لا، انا شايف ان ديت المسافه قريبه جدا يعني ما يلحقش يشيل ايده يعني. يعني عاوز ايه؟ لا، هي مش ضربه جزاء. مش ضربه جزاء؟ لا. طيب هو حسب ضربه جزاء؟ ما هي ديت اللي كسبوا بيها. اوكي دي واحد. شو تقول جمال؟ اشوفها بلنتي رايحه الجول كره. بلنتي. احمد عزام. بلنتي رايحه على الهدف لانه على المرمى. بلنتي لانها رايحه على الهدف. بلنتي. عثمان. بلنتي 100%. بلنتي 100%. حسام. حقك ليس هناك ركلة جزاء. أحسنت يا حسن. أولا المسافة. ثانيا أهم شيء في الحياة الأمانة. ممكن أن الكرة لمس البطن قبل اليد. لو سمحتوا شباب عشان نسمع. إذا هي لمست البطن قبل اليد. عمار. اليد ماشي في وضع طبيعي، ضربة جزاء. بلنتي. أحمد الرواس. قال الكره رايحه الجول 100%. الزاويه حتى الزاويه مال الجول مد بيده بلنتي 100%. بلنتي. محمد أحمري. اليد خارجه من الجسم، اتوقع انها بلد. نشأة أكرم. أنا أشوف المسافة قريبة، ما أعتقد أنه تكون ضربة جزاء. علي بن الشيخ. بنالتي. أحمد سعيد. والله انا اشوف خالد مع حسام ضربة البطن وبعدين ضربت في اليد. البطن هي جابوها في لقطه قريبة. اوكي. محمد باراكوتا. لا، مش ضربه جزاء، ما تحسبش.